الله مبروك مبروك. هنعملوا لها مجال. هنعملوا لها مجال. قول لنا القصه. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ملوش علاقة بالصوفية خالص، حتى غيرنا المقدمة عشان فيديو ملوش علاقة بالجماعة الصوفية، عشان اخواتنا الصوفية يعملوا لايك واشتراك ويعملوا مشاركة للفيديو على صفحتهم. الفيديو بتاع النهاردة في ناس بيتبركوا ببقرة، يعني زي ما تقول كده مقام سيدي البقري. انا ماليش دعوة والله يا جماعة، والله ما ليا دعوة خالص. الفيديو طبعا ملوش علاقة بالصوفية خالص، لكن الجماعة الناس الجهلة بتبدأ التصوف كده. هو التصوف بدأ كده، بدأ اتباع وانتهى ابتداع. فالفيديو ملوش علاقه بالصوفيه خالص، بس هتسمع كلمه مقام، هيعملوا لها مقام ويتبركوا بيها ويحطوا لها سبحه في رقبتها. مبروكه يا عم، مبروكه. هي دي البركه بقى، هي دي البركه اللي المشايخ قالت لهم عليها. طبعا المشايخ ما قالتش كده، بس الحاجه اللي زي كده تبرك، بركه حلال. الفيديو ده قبل فيديو ان شاء الله الاحتفال بالمولد النبوي كمان يومين، يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، قبل الرقص في المولد واكل الحلاوه والتحرش وكم مره نقول لكم يا جماعه مشايخ الصوفيه بتقول ان الاحتفال بالمولد النبوي بالاتباع وليس الابتداع، لكن مفيش طريقه صوفيه بتحتفل بالمولد النبوي الشريف كما هو مقرر عندهم. لكن عندنا احنا اليوم اللي بيعدي عليا وانا اسمي او كنيتي فيها مسلم، فده لوحده احتفال بسيدي ومولاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الركعه اللي انا بركعها وباخد عليها اجر بحتفل بمولد سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، زي اللي بيحتفل بعيد الام وعيد الاب وعيد الاخت، يوم في السنه وطول السنه بيسب لها ويلعنها ويا وليه ويا. هم الجماعه الصوفيه كده شاطرين، بس يوم المولد مع انه يوم الوفاه، ولا يوجد تاريخ لولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك أكتر من 14 تاريخ، كله بيقول لك مش عارفين هو كان ده ولا ده ولا ده. لكن اختارت الصوفية أنهم يحتفلوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كمان يومين. فعشان ما نطولش، الفيديو ده ملوش علاقة بالصوفية خالص. تعالوا نتفرج بقى على البقرة المبروكة، الناس هتعمل فيها إيه ونشوف. خلونا نبدأ. طب قصة البقرة دي ايه؟ طبعا انا لازم اوقف عشان محدش يبلغ عن الفيديو. قصة البقرة دي ايه؟ البقرة دي عندها 4 شهور وحامل، لا مؤاخذة يعني، حامل في بقرة عندها 9 شهور. انت متخيل؟ يعني هي عندها 4 شهور لكن هي في بطنها جنين عمره 9 شهور، يعني كانت حامل في بطن امها، العجل في بطن امها. لا وحاطين لك بقى سبح في رقبتها وبتاع، ومش بعيد كيلو اللبن من عندها ده يطلع بألوفات. ده بركه. هم طبعا الناس بتقول لك نذرناها لله وبتاع واللبن هيبقى ببلاش وبتاع، بس لازم هياخدوا البركه ويتمحكوا. ده هيقول لك هنعمل لها مقام. البقرة أو العجلة المعجزة عمرها 4 شهور زي ما حضراتكم شايفين، وحامل في عجل عمره 9 شهور زي ما حضراتكم شايفين. بنت ال4 شهور ادي اهي علامات الحمل ظاهرة جدا عليها. طبعا هيتم عمل ليها عملية قيصرية زي ما حضراتكم شايفين. يعني معجزة ربانية تظهر في أرض محافظة البحيرة. يعني عجلة لسه مولودة وحامل في عجل 9 شهور، هيتم عمل عملية قيصرية ليها. هي عندها 4 شهور وحامل في عجل عنده 9 شهور. ركزوا يا جماعه، طبعا هي ملهاش علاقه برضو، بس يعني خليها حصلت. الله يمسيك بالخير يا صاحبي، والله كان ليا واحد صاحبي عنده 6 صوابع، فهل نعمل له مقام ونعبده مثلا؟ يعني ايه العبره في كده؟ خلي واحد عنده كتكوت ب3 رجول نعمل له مقام ونعبده، ناخد منه ايه البركه في كده يعني ده عنده عجز في كده يعني. الحفاظ على حياة يعني الطفلة أو العجلة اللي حضراتكم شايفينها، أهالي القرية حفاظا عن الطفلة يا جماعة بيستباركوا بيها وملبسينها سبح وبيقولوا الله أكبر الله أكبر سيدنا موسى لما غاب عن قومه فترة من الزمن كده، سابوه راحوا عبدوا العجل. فاكرين القصص دي ولا؟ الاسبوع اللي جاي نعمل لها مولد يا جماعه، مولد سيدك البقري. لا اله الا الله، ايوه
هو سبحانك يا رب وكل حاجه، بس ما كانش في داعي ان احنا نقول بركه ونركب لها سبح وهنعمل لها مقام وان احنا بناخد منها، لا خالص. يعني سبحان الله فعلا ربنا خلق حاجه فيها جنين من جواها، مثلا عف حاجه، اثناء حاجه، كلت حاجه، حصلت تلقيح بطريقه حاجه ما يعرفهاش غير صاحبها، لكن ده ملوش داعي خالص ان هي مبروكه خالص. ده ممكن تكون شؤم عليكم، ممكن يعني ليه ما يكونش ده بلاء من عند ربنا ليكم. والله زمانها بتقول العالم البقر دي يا جدعان، في ايه؟ انتوا ما عمركوش شفتوا بقره مريضه قبل كده؟ سبحانك يا رب يا رب زي ما متابعين مع حضراتكم، عجله 4 شهور لسه حديثه الولاده، يعني حامل في عجل 9 شهور، وده باين اهوت مع حضراتكم. ده ممكن يكون مرض ده على فكره، يعني مش حكايه حمل وبتاع، حتى لو راح للدكتور ممكن يكون مرض على فكره. على المكان اللي بيتم الرضاعه منه، يعني اهو زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله رب العالمين. وعلى فكره اللي بتبقى حامل ما بتبقاش حامل في الضره بتاعه اللبن، يعني خليها عندكم عقل. اللي بتبقى حامل في بطنها تحت كده بتبقى كبيره، انما دي العظم باين اهو، انما اللي تحت دي الضره هي اللي كبيره. انا مش فلاح بس يعني طبعا على دماغنا سيادنا الفلاحين، اتمنى والله العظيم يعني، بس يلا الحمد لله. ملبسينها السبح وبيتباركوا بيها، وصاحب العجله بيقول انه من يوم ما اتولدت عنده وهي مبروكه، يعني الخير بيزيد داخل البيت عنده. ادي هي زي ما حضراتكم شايفين، ادي مبروكه وواقفه، واهل القريه كلهم بيتباركوا بيها وبيقولوا هيعملوا لها مقام. مين اللي بيقول هيعملوا لها مقام؟ هتعمل لها ايه يا عم الحاج؟ هنعملوا لها مقام. هنعملوا لها مقام. قول لنا القصه ايه بقى، ايه الحكايه؟ والله يا حاج انت بتضحك يا حاج، انت بتهزر يا حاج، انت بتضحك. انت تعرف ان ممكن كلمه تخرج من فيه صاحبها تلقي به في نار جهنم 70 خريفا؟ يا حاج اتقي الله يا حاج، اتقي الله يا حاج. القصه ان هي عجله ب 4 شهور. ده حتى عيبه في حق الجماعه الصوفيه اللي احنا ما عملناش الفيديو عنهم خالص، يعني عيبه في حقهم انك تتشبه مقام ببقره. يعني احنا قبل كده طلع مقام لما جم يهدوه عشان الطريق لقوا راس حمار، بس ملوش علاقه يا حاج، يعني ملوش علاقه خالص والله. ومولوده وبنت 7 شهور بنت 7 شهور، حتى البقر بقى بنات وولاد وبتاع واطفال يا جدعان في ايه يا جدعان؟ بنت كام شهر؟ عندها كام شهر؟ 4 شهور ونص. حامل في قد ايه بقى؟ حامل على 7. حامل في 9 شهور. حامل في عجل 9 شهور. حامل في عجل 9 شهور. طب الدكاتره قالوا ايه على الظاهره دي؟ هيولدوها كيسان. هيولدوها. ودوها عند دكتور نساء وتوليد. ليه بقى؟ على اساس ان ظاهره غريبه اصلا، اول مره تحصل. ماشي، الحاجه دي اول مره تحصل. ظاهره غريبه. صاحب العجل عرفنا بنفسك. قول الحكايه. محمود الزواوي من قريه اريمون مركز المحموديه بحيره. قصه بلد. هي العجل عندها كام شهر الاول؟ قصه العجله ديت امها عشرت يوم 2/11/2022. يعني بقت حافظ تواريخ يا عم الحاج، ده حافظ تواريخ. كامل في التاريخ اللي انت بتقول عليه ده. طلعت عليها 2/10/2022. تمام. ماشي، اتولدت يوم 5/5/2023. تمام. رضعت لمده مثلا 3 شهور ونص. تمام. فطمتها يعني في حوالي 20/8. ايوه. بدأت ضرتها تكبر بطريقه غريبه. اشرح لنا عليها. ظاهره غريبه. تعالى اشرح لنا عليها. حتى له هنا، حتى له ظاهره غريبه. حتى هنا يلا. حتى هنا ناخد لنا نطوف حواليها. يلا يا جماعه يلا، ايه نحن غرباء عد نحن غرباء. اشرح لنا عليها عشان الناس اللي مش فاهمه اللي انت بتقوله. بدأت ضرتها. ايوه يا عم اشرح لنا كده، افتح لنا ديت تكبر بظاهره غريبه. اللي هي تحت دي. فالحاجه ديت اول مره تمر علينا عجله بالمنظر ده. ايوه. انا بنربي مواشي. والله يا حاج انا مش اول مره يمر علينا ناس بالشكل ده خالص، يعني انتوا اول مره يمر عليكم عجله بالشكل ده، انا مش اول مره يمر عليا ناس بالعقول دي خالص. عندي مزرعه بنربي مواشي. تمام. اول مره نشوف الحاله النادره دي. تمام. فلما كده يبقى جبت لها الدكتور، وديتها للدكتور، كشف على صغار، فقال لي ده عشر ابن كبير المفروض تكون والده في الحاله دي. ماشي، في اللحظه دي المفروض تيجي. يا العجل مريض يا الدكتور مريض، يا اما انتوا الثلاثه سلام بس حبيتوا تشتغلوا الناس اللي حواليكم، الله اعلم. يعني على الوضع اللي هي عليه ده المفروض ان هي تولد كده. كنت عند الدكتور امبارح. ده الضر بتاعها ده المكان اللي بيبقى فيه اللبن بتاعها. المكان اللي بيبقى فيه اللبن. تمام. الدكتور قال لي دي ميعاد ولادتها. انت اتفاجئت طبعا. ازاي يا باشا؟ عشر كشف على سونار قال لي ده عشر. تمام. وميعاد ولادتها. تمام. ايوه اللي انت قيصري هيحدد لها يوم. قال لي يعني مش هتولد طبيعي. لا لان المكان ده ما يخش العجل. المكان ده طبعا اللي بتولد منه العجل الصغير. ايوه. البهايم بتولد من المكان ده. تمام. المكان ده الحجم بتاعه ضيق عليه. تمام. ضيق عليه. فهتعمل له قيصري. هيعمل لها عمليه قيصريه. ماشي، هيعمل لها عمليه قيصريه. تمام. تمام. ماشي. قال لي عمليه هتاخد من الوقت حوالي 6 ساعات. تمام. قال لي هتاخد حوالي 6 ساعات في الولاده. انت قلت لنا بقى ان من ساعه ما اتولدت والخير حل علينا والبركه حلت علينا. بسم الله ما شاء الله ربنا بارك لنا. انتوا ملبسينها سبح ليه؟ لان هي دي مبروكه. لبسينها سبح ليه؟ عشان دي مبروكه. ده احنا هنبيع اللبن بتاعها بالقطاره كده. اللي عايز يخش الجنه، اللي عايزه تخلف
اللي عايزه تخلف قبل ما تتجوز تيجي عادي. اللي عايزه ابنها اللي في بطنها. دي المبروكه، هي دي المبروكه، هي دي المبروكه. دي مبروكه من ساعه ما جت وحلت علينا واحنا ندرنا لله اساسا. طيب كده عايز تغيرها ماشي، احنا ندرنا لله، ندرنا دي لله. تمام، دي ندرنا لله. ايوه، والبركه حلت علينا وربنا يبارك في بهيمنا وبارك في اولادنا وبارك في مالنا. يعني حاجه ازاي البركه حلت عليك؟ انا عاوز تفسير. يعني مثلا كان بيحصل عندي بهايم بتتعب، عجول بتموت، حاجات من دي، تعب في بيتي، في حاجات ربنا بارك لنا في كل حاجه عندنا. ماشي، وبارك في مالي وفي عيالي وفي كل حاجه. يا حاج ده بقى لها 4 شهور يا حاج. يعني في خلال ال4 شهور دول ممكن تحصل مصايب، ممكن تحصل ارزاق، ممكن تحصل خير، ممكن يحصل شر. 4 شهور يعني 4 شهور يا حاج. لا حاجه نادره، اول مره تحصل الحاله ديت، اول مره تحصل، اول حاله تحصل. مش في الهند يا جماعه والله. يعني المفروض يعني القريه دي تتكتب عليها مكان قريه اريمون يكتبوا عليها قريه الهنود. على مستوى عمري، العمر 53 سنه، اول حاله تحصل عندي ولا اشوفها في تاريخ العمر حاجه سواء بره. والدكتور قال لي حاله نادره. وهيولدها امتى بقى؟ الدكتور قال لي يا الجمعه السبت، يا الجمعه السبت كمان يومين 3. ماشي، يعني خلاص عمرها كده خلاص 20 خلاص. يعني ماشي، تاريخ الولاده بتاعتها طبيعيه. ولاده طبيعيه. ولاده طبيعيه. يبقى صور لنا فيديو وهي بتولد يا حاج عشان نستفاد بس. هي الجمعه السبت بس هيولد. طب قال لك حاله الجنين ايه طيب اللي حاله الجنين طبيعيه. طبعا الجنين طبيعي خالص، يعني هينزل ياكل ويشرب ومش بعيد يلاقيه حامل كمان. طبيعي. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. هي عمرها النهارده بالظبط 4 شهور و13 يوم. عمرها 4 ساعات شهور و13 يوم وحامل في عجل 9 شهور. 9 شهور. طيب يعني الاكل بتاعها طبيعي. سبحان الله، وبتاكل وبتزيد في جسمها، كانت بترضع وبتزيد في جسمها. يعني كان عندي عجول ثانيه مولوده معاها اقل منها في الجسم، اقل منها في الحجم، ودي كانت مولوده ب7 شهور. ايوه، عمرها 7 شهور لما اتولدت، كانت مولوده كانت ضعيفه، قعدت ارضعها بالبزازه اسبوع وبعد كده رضعت من امها. طب ولادتها كانت ولادتها طبيعيه زي اي عجل؟ هو البقر بيترضع بالبزازه؟ ممكن. ولدتها طبيعيه، ما شفتهاش غير ولدتها لوحدها. رحت لقيتها ولد. تمام. طب انا شايف ان الناس كمان كلها اهل القريه كلهم مبسوطين بالعجله المبروكه. دي حاله نادره، اول مره تحصل عندنا. ايوه، اول مره حاله تحصل عندنا. ما يمكن كانوا 2 توأم ودي بلعت اختها. اول مره نشوفها، اول مره تقابلنا في تاريخ. العمليه هتبقى امتى؟ العمليه هتبقى الجمعه السبت. الجمعه هي السبت. اعزمونا بقى، اعزمونا على اي غدوه وعلى عشوه كده وهي بتولد كده. خلاص هي كده العجل وقفت في بطنها كده، وقفت عشرات طبيعي وكده. هي الجمعه السبت. ماشي، يعني الجمعه السبت هتكون تاريخ ولادتها. الله اكبر. ماشي، الله تكبير، تكبير يا اخوه، تكبير. بكره يقول لك اللي عندها جرب تيجي تتمسح فيها، اللي ما بتخلفش تيجي تبوسها من بقها، واللي ما بيخلفش يجي يمشي حواليها شويه، اي اللي ما بتتجوزش تيجي تعدي من تحتها عادي. ايه ده؟ الو طبيعي هتولد يوم الجمعه السبت. ماشي، وربنا يبارك فيه. سبحان الله، ممكن تكون فيها شيء لله، فيها شيء لله. فيها ايه لله يا حاج؟ يعني انا عايز اعرف فيها ايه لله. بقره هيكون فيها ايه لله؟ ربنا يبارك فيه. هي حاليا بتنزل لبن. هي بتنزل لبن دلوقتي؟ بتنزل لبن؟ ايوه حاليا بتنزل لبن. ورينا كده. زمان العجله انتوا بتعملوا ايه يابا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بتنزل لبن مسلسل. ماشي، عشان دي عمرها خلاص، يعني الولاده بتاعتها خلاص قربت الولاده. لا هي واحده بس. يعني بتنزل لبن دلوقتي في عمر 4 شهور. بتنزل لبن. بتنزل لبن حليب. بتنزل لبن في عمر 4 شهور. بتنزل لبن حليب. الله اكبر، الله اكبر. المبروكه، المبروكه. يلا اوعى كده، اوعي يا بنت ما تلمسيش المبروكه، لا تشخ عليكي ولا حاجه. حاجه غير طبيعيه عمرها ما حصلت معانا ولا قابلتنا في تاريخ. اي والله يا حاج، حاجه غير طبيعيه عمرها ما حصلت معانا خالص يا حاج والله. البشريه بتاعتني، وانا طول عمري بتاجر في المواشي، لا قابلني كده ولا حصلت عندي، ومرات بهايم ما حصلتش عندي قبل كده. حاله نادره فعلا من يعني اول مره تحصل معاكي الحاله دي؟ حاله نادره بطبيعتها، حاله نادره. في حالات مشابهه لكده حصلت قبل كده؟ لا ما مرتش علينا اساسا. هي ما مرتش علينا الحاله دي اساسا قبل كده، ولا شفناها في اي مكان. تمام، يعني لا قابلتني ولا شفناها. مبروك يا خال، مبروك. سبحان الله، سبحان الخال الممنوعات. سبحان الله. خلي الناس تتعظ، خلي الناس تتعظ. بيقول لك خلي الناس تتعظ. ايوه انا حاج، انا هتعظ سبحان الله وكل حاجه، ما قلناش حاجه يعني، سبحان الخالق يعني. بس ايه اللي يخليها مبروكه؟ ايه اللي يخليها تقول هنعمل لها مجام؟ ايه اللي يخليك انك تاخد منها البركه؟ ايه اللي يخليها ان هي ليها افضليه عن غيرها؟ ايه اللي يخليك تقول ان ليها سبب لرزق عيالك، وان البيت ما الجاموسه بتاعتك التانيه ما تعياش؟ الناس بتاعت المواقف دي، الناس النهارده بقت بتاكل بعض. الناس النهارده سبحان الله الممنوعات.
ادي ايه زي ما حضراتكم شايفين ومشاهدين معانا متابعي موقع بصراحه في كل مكان. البقره والعجله المعجزه بنت الاربع شهور زي ما حضراتكم شايفين، عندها 4 شهور وحامل في عجل 9 شهور. خلاص جه وقت الولاده وهيتم عمل ليها عمليه. طب يا جماعه مع السلامه عليكم، عشان هي جه وقت الولاده ومش عايزين نشوفها وهي بتولد كده. اكتبوا لنا في التعليقات يعني هي هتولد ولا مش هتولد ولا اكتبوا لنا انكم وصلتوا لاخر الفيديو يا جماعه. تعالوا ازقزوا معايا لب. تاكل لب اكتب لي تاكل لب اكل لب احسن مني. سبحان الله البحبحاني في اخر الفيديو يتعمل لي مقام يا جماعه، مقام البحبحاني. اكتب لي اخر الفيديو كده مقام البحبحاني. اعزائي المشاهدين وبكده يكون وصلنا لاخر الفيديو، ونعتذر منكم. الحاج عوض برضو ما ظهرش في الفيديو ده لتاني مره، مستعجل اعمل ايه طيب، ومخنوق ومتضايق من اللي بنشوفه وبنعمله. انا قفلت رسائل صفحه الفيسبوك عشان خاطر الشتايم اللي بتشتمها، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم.